عملت كميه كبيره خالص اهيت، وطبعا جميله وطريه، هتعجبك. طبعا نص معلقه البيكنج باودر اللي احنا اتكلمنا عليها بتدي هشاشه كده للحمه بتاعتنا، بتتقطع بكل سهوله اهيت. وزي ما احنا شايفين، ولونها جميل وريحتها يعني ماليه المكان. في خطوه لو انت حابه تعمليها بقى في الاخر، ممكن تجيبي فحمه في الاخر وتولعيها، وبعد كده تحطيها في نص الصينيه وتغطي بورقه فويل، بتدي ريحه الفحم بالظبط اكنك شوياها على الفحم. هي بصراحه مش محتاجه اي حاجه، ديت حاجه اختياريه لو انت حابه تعمليها في اخر مرحله. الرز بتاعنا زي ما احنا شايفين معانا، شايفين لونه. طبعا اللون مش ابيض، لا، المدي لون بيش كده شويه من البهارات والبصل والحاجات اللي احنا حطيناها اهيت. ما شاء الله شكله جميل وطعمه هيعجبك جدا، وتغيير من ضمن الوصفات الجديده طبعا ان انت لو ان شاء الله يعجبك وتعمليه. وطبعا سلطه الحاتي زي ما احنا عارفين ما بيبقاش فيها نسبه خضار كتير، هي بتبقى بصل وخيار وطماطم.